السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سنة جديدة وسعيدة عليكم ان شاء الله. للي كان متابع معايا في سنة تالتة انا كنت بشرح لكم لغة عربية وكمان كنت بشرح لكم مادة الرياضيات. اللي كان متابع معايا السنة اللي فاتت يعرفني في التعليقات ان هو لسه مكمل معايا لحد دلوقتي. احنا النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض مادة الدراسات، دي مادة جديدة خالص علينا، ما خدناهاش قبل كده. بس حابة اقول لكم ان مادة اكتشف اللي انتوا كنتوا بتاخدوها هي كانت عبارة عن مزيج من الدراسات والعلوم مع بعض، فبالتالي احنا هيبقى عندنا فكرة شوية عن الدراسات، لان احنا كنا بناخد قبل كده اكتشف كان بيبقى فيها بعض المعلومات اللي احنا برضو هناخدها مع بعض دلوقتي. فحابة اقول لكم اللي لسه اول مرة يتابع معايا ولسه ما اشتركش في القناة نورني يشترك، وكمان يتابع معايا الدروس اللي احنا هنشرحها مع بعض بإذن الله بشكل مبسط. وأول درس معانا في منهج سنة رابعة في الدراسات الاجتماعية هو الأماكن والاتجاهات من حولنا. نبدأ كده مع بعض الدرس ونشوف بيقول ايه. أولا مخطط المنزل. الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا ولاد ده المفروض ان هو بيت. هتقولولي بيت ازاي؟ يعني شكله غريب. احنا هنعتبر ان اي بيت عندنا طبعا بيبقى فيه سقف من فوق، صح؟ احنا هنعتبر كأن احنا شلنا السقف اللي من فوق ده وواقفين في الدور اللي فوق وبنبص على البيت من فوق. يبقى ده شكل البيت كده، واحنا كأننا بنبص عليه من فوق، كأننا شايلين السقف وبنبص عليه من فوق. هنشوف بقى شكل البيت او المخطط ده. يعني ايه مخطط؟ هقول لكم على حاجة. هنا بيقول إذا أردنا وصف مكان ما مثل المنزل أو المدرسة، ده عندنا منزل، ممكن كمان يبقى فيه مخطط للمدرسة، ممكن يبقى فيه مخطط لمستشفى، ممكن يبقى فيه مخطط لملعب. كل دي بتبقى اسمها مخططات. طيب لو احنا عايزين نوصف مكان زي المنزل أو المدرسة فيمكننا رسم مخطط مصغر له. بنرسم مخطط مصغر طبعا بالشكل ده علشان نقدر ان احنا نفهم البيت ده مكون من ايه، كأننا شايفينه بالظبط من الأعلى. بما تفسر. ليه بقى؟ ليه بنعمل المخطط ده؟ بما تفسر يعني احنا ليه عملنا كده؟ لأن ذلك يساعد على معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات. يعني احنا مثلا اشترينا شقة جديدة، أنا رحت اشتريت شقة جديدة أو اتفرجت على شقة جديدة وعايزة مثلا أوصفها لأختي مثلا أو صاحبتي. هقول لها أنا شفت النهاردة شقة، وأبدأ إن أنا أوصف لها بالكلام من غير ما يبقى فيه مخطط. لو أنا هوصف لها بالكلمات هقول ايه؟ هقول انا شفت شقة كان فيها 3 اوض. انا اول لما بدخل من باب الشقة هلاقي على يميني مثلا الحمام وعلى شمالي المطبخ. اخش على طول الاقي مثلا الصالة او غرفة الاستقبال، وبعد كده على يميني في اوضة وعلى شمالي في اوضة تانية، وبعد كده مش عارف البلكونة قدام فين. هي هتوه مني، مش هتبقى مركزة، هتتلخبط وهتوه لانها مش شايفة. اما لو انا جايبة مخطط مرسوم زي ده ووريتها المخطط هتفهم اكتر. بالتالي بما تفسر. احنا ليه بنعمل المخطط؟ لان هو بيساعدنا على معرفة تفاصيل المكان بطريقة ايه؟ بطريقة اوضح. يبقى عندنا المنزل اهو. اول حاجة ده الباب بندخل منه، هنلاقي على شمالنا ادي المطبخ، والشكل ده هو باب المطبخ يعني لما بيتفتح. وبعد كده الحمام على ايدنا اليمين. نطلع قدام شوية بيقول غرفتي واختي، الولد هو اللي بيحكي، دي الغرفة بتاعته هو واخته. وفيها الشرفة، فيها البلكونة برضو فين؟ عند في نفس الأوضة، يعني نفس الأوضة فيها شرفة فيها بلكونة. ودي غرفة النوم اللي هي مثلا الرئيسية، ودي غرفة الاستقبال. يبقى المخطط بيعرفنا المكان سواء كان منزل سواء مستشفى سواء مدرسة بشكل ايه؟ اوضح من الوصف بالكلمات. طيب لاحظ مخطط واحد، ده مخطط واحد احنا بنتكلم عليه دلوقتي. لاحظ ثم تعاون مع زملائك واجب عن الاسئلة التالية. يلا نشوف بقى ايه هي الاسئلة. بيقول ما عدد الغرف في المخطط؟ عندنا كام غرفة؟ ادي غرفة 2 3، يبقى عندنا ايه؟ 3 غرف. ارسم سهما على الباب الرئيسي للمنزل. ادي الباب الرئيسي اللي احنا بنخش منه المنزل وانا رسمت السهم اهو. ايهما اكبر؟ مين اكبر، غرفة الاستقبال ام غرفة النوم؟ بصوا كده وقولوا معايا، ادي غرفة الاستقبال وادي غرفة النوم. طبعا غرفة الاستقبال هي الاكبر. لون المخطط باستخدام الوانك كالتالي. عايز الشرفة تتلون باللون الازرق اللي هي دي، وعايز غرفة الاستقبال باللون الاحمر والمطبخ باللون الرمادي. طيب احنا بقى مش هنلون دلوقتي، انتوا بقوا لونوا بعدين. بالمناسبة انا بشرح من كتاب سلاح التلميذ للي عايز يعرف. لقيتوا سلاح التلميذ هاتوه، لقيتوا الاضواء هاتوه، الاتنين حلوين. طيب ندخل على بعد كده
اللي هو المخطط التاني. المخطط التاني زي ما انتوا شايفين ده بقى ايه؟ يقوم المهندس بتصميم وبناء المنازل والمدارس والمباني الجميلة في مصرنا الحبيبة. يبقى المهندس شغلته إيه؟ إن هو بيصمم وبيبني المنازل والمدارس والمباني. بيصمم يعني بيرسم مخططات زي كده. ده المخطط التاني، ده برضو بيت. نشاط 2 اللي هو كان اللي فات ده. لاحظ وحلل. بملاحظة مخطط 1 ومخطط 2 تعاون مع زميلك في الإجابة على الأسئلة التالية. ما عدد الغرف في المخطط 2؟ هنرجع بقى نشوف مخطط 2 تاني ونشوف فيه كام غرفة. نعد الغرف مع بعض. ادي غرفة الاستقبال، نحط كده عندها 1 عشان منتلخبطش، وادي غرفة المعيشة، وادي غرفة اهي كمان، ادي كده 3. في تاني ادي غرفة اهي 4. في غرف تاني؟ لا مفيش غرف. في غرفة اهي، يبقى كده 5. يبقى عندنا 5 غرف. 5 غرف. بمقارنة مخطط 1 ومخطط 2 أيهما أكبر في المساحة؟ طبعا مخطط 2 هو الأكبر. أي المخططين يحتوي على عدد غرف أكثر؟ طبعا مخطط 2 فيه عدد غرف أكبر أو أكثر، لأن هو فيه 5. المخطط الأول اللي احنا خدناه أعتقد كان فيه غرفتين أو 3، غرفة النوم وغرفة الولد مع أخته وغرفة الاستقبال. أما ده فيه 5 غرف. ما الإضافات الموجودة في مخطط 2 وغير موجودة في مخطط 1؟ نرجع تاني لمخطط 2 ونشوف ايه هي الإضافات أو الحاجات اللي موجودة فيه ومش موجودة في مخطط 1. يلا، عندنا مثلا ايه؟ عندنا الحديقة، دي ما كانتش موجودة في مخطط 1. الحمام كان موجود هناك في مخطط 1، والمطبخ كان موجود، والشرفة كانت موجودة، غرفة الاستقبال موجودة، وغرفة النوم موجودة، وكل ده كان موجود. طب هنا في ايه مش موجود هناك؟ طيب، عندنا هنا في غرفة استقبال، والتاني كان فيه غرفة استقبال. غرفة معيشة دي ما كانتش موجودة في مخطط 1. ايه تاني ما كانش موجود؟ ما كانش موجود مثلا الجراج اللي زي ده اللي بنركن فيه العربية او اي وسيلة مثلا للركوب. كان عندنا هنا برضو المفروض هنا فيه حديقة. مخطط 1 ما كانش فيه الحديقة. يبقى الاضافات اللي موجودة هنا هي الحديقة، وكمان الجراج زي ما انتوا شايفين. وده مش عارفة ده لو حمام سباحة، بس هو مش كاتب، يبقى ده مش حمام سباحة. يبقى الإضافات هي غرفة المعيشة والحديقة والجراج ده. يجب عند رسم مخططات المنزل ألا ننسى. لما هنرسم أو هنيجي نصمم مثلا أو نرسم مخطط للمنزل، في 3 حاجات مينفعش إن احنا ننساهم أبدا بحال من الأحوال. أول حاجة لاحظنا الشمس. أنا مرضتش أقول لكم إن في شمس عشان أشوفكم انتم مركزين ولا لأ. لازم إن احنا نرسم الشمس خارج المنزل. هتقولولي ليه؟ هنعرف بعدين لما نكمل الدرس. يبقى لازم إن احنا بنرسم الشمس خارج المنزل. تاني حاجة ما ينفعش ان احنا ننساها ابدا واحنا بنرسم مخطط للمنزل، هي اضافة الابواب والنوافذ، وبرضه هنقول ليه. تالت حاجة تقسيم المنزل من الداخل وكتابة اسم كل مكان. يبقى احنا بنقسم المنزل من الداخل لغرف ومطبخ وحمام وغرفة معيشة وغرفة استقبال وشرفة والكلام ده كله، ولازم نكتب كمان اسم كل حاجة عليها. طيب، بما تفسر، اتفقنا السؤال ده هيجيلكوا كتير بعد كده. بما تفسر يعني تفتكر ليه. ده معناها بالعامية. بما تفسر يعني تفتكر ليه أهمية رسم النوافذ والأبواب في المخططات. ليه لازم نبقى بنرسم النوافذ والأبواب واحنا بنرسم المخططات؟ لتسمح بدخول الهواء وضوء الشمس. يبقى لازم ان احنا نرسم الأبواب والنوافذ عشان تسمح بدخول الهواء وضوء الشمس. نيجي بعد كده على النشاط رقم 3 اللي بيقول اتخيل وارسم. والآن جاء دورنا ليرسم كل منا مخططا للمنزل الذي يريد بناؤه في المستقبل. استعن بالإرشادات التالية. احنا بقى كل واحد هيرسم المنزل اللي هو نفسه ان هو يبنيه في المستقبل. نشوف ايه هي الإرشادات. قسم المنزل من الداخل إلى غرفة نوم، غرفة استقبال، مطبخ وحمام وشرفة. انتوا بقى ترسموا كده مع نفسكم منزل المستقبل بتاعكم. أهم حاجة تقسموه من الداخل لغرفة نوم وغرفة استقبال ومطبخ وحمام وشرفة. اكتب اسم كل مكان داخل المنزل ونكتب اسمهم عليهم. لون كل غرفة باستخدام الألوان التي تفضلها، وأضف النوافذ والأبواب لتسمح بدخول الهواء وضوء الشمس. لا تنسى رسم الشمس خارج المنزل، هذا مهم جدا. سنتعرف لاحقا لماذا يجب ألا ننسى رسم الشمس خارج المنزل. هنعرف بعدين ليه ما ينفعش ان احنا ننسى ان احنا نرسم يعني الشمس خارج المنزل. نيجي بقى ثانيا مخطط المدرسة.
طيب المخطط هنا عندنا بيختلف عن المخططين الأولانيين، إن المخططين الأولانيين كانوا للمنزل، أما المخطط ده بيختلف إن هو مخطط للمدرسة. اتفقنا إن المهندس بيصمم كل حاجة عادي. هيا نكتشف مخطط المدرسة ونتعرف على الأماكن التي نحبها. الشمس بره اهي، واخدين بالكم منها أهم حاجة. طيب نيجي بعد كده للمخطط بتاع المدرسة ونبص فيه. شايفين هنا ملعب، مسرح المدرسة، مكتبة المدرسة، ده باب المدرسة. والشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي هو مثلا بتاع ذوي الاحتياجات، بتبقى كده زي زحلية او مصعد كده بيطلعوا منه بالكرسي المتحرك. عندنا هنا غرفة مدير المدرسة، وهنا في غرفة الأمن جنب باب المدرسة على طول، عشان هو اللي بيفتح وبيقفل الباب وبيشوف مين اللي داخل وكده. بعد كده غرفة المعلمين جنب غرفة مدير المدرسة. غرفة الوسائط التعليمية يعني زي الكمبيوتر وكده. غرفة التربية الفنية بتاعة الرسم. بعد كده في هنا دورات مياه، وجنبها غرفة الدراسة. عندنا كام غرفة اللي هو المفروض معناه الفصل، 1 2 3 4 5 6، عندنا 6 فصول. وعندنا هنا بقى فناء المدرسة أو الحوش زي ما احنا بنقول، ودي سارية العلم اللي بيبقى المفروض ان هي طالع منها العلم. وعندنا هنا مسرح المدرسة ومكتبة المدرسة، وادي الملعب اللي بيلعبوا فيه الكورة وكده. ودي حديقة المدرسة اللي هي الجنينة. وده مخرج طوارئ، يعني باب تاني برضو بس بيبقى صغير للطوارئ، ممكن ان هما يخرجوا منه. يبقى ادي مخطط 3 اللي هو مخطط المدرسة. يلا بقى نشوف الأسئلة اللي جاية عليه. ألاحظ وأجيب. نشاط 4، لاحظ مخطط 3 اللي هو مخطط المدرسة ثم أجب عن الأسئلة التالية. ألف، ما عدد غرف الدراسة في مخطط المدرسة؟ نرجع تاني ونعد غرف الدراسة. خلوا بالكم غرف الدراسة اللي هي الفصول، 1 2 3 4 5 6، يبقى عندنا 6 غرف للدراسة، 6 غرف. اختار. أثناء الدخول من باب المدرسة نجد غرفة الأمن على إيه؟ اليمين ولا اليسار؟ يبقى أثناء الدخول من باب المدرسة وإحنا بندخل من باب المدرسة كده بنشوف غرفة الأمن على يميننا ولا يسارنا؟ طبعا على اليسار، في الشمال يعني. أيهما أقرب إلى غرفة التربية الفنية، غرفة المعلمين أم غرفة مدير المدرسة؟ غرفة التربية الفنية، نرجع لها. أدي غرفة التربية الفنية. أيهما أقرب بقى لغرفة التربية الفنية؟ مين أقرب لها يا ترى؟ غرفة المعلمين ولا غرفة مدير المدرسة؟ أدي غرفة مدير المدرسة ودي غرفة المعلمين. مين أقرب لغرفة التربية الفنية؟ غرفة المعلمين ولا غرفة مدير المدرسة؟ طبعا غرفة المعلمين، غرفة المعلمين. أي المكانين أكبر، ملعب المدرسة أم الحديقة؟ مين أكبر، الملعب ولا الحديقة؟ آدي حديقة المدرسة وآدي الملعب، مين أكبر، حديقة ولا الملعب؟ طبعا الملعب. يبقى هنرجع تاني وهنكتب الملعب، ملعب المدرسة. طيب حاجات كده لازم نكون عارفينها. مدرستنا هي إيه؟ هي بيتنا الثاني، بيتنا التاني، المكان الذي نتعلم فيه والمكان اللي احنا بنتعلم فيه. يبقى أول حاجة نحفظها إن المدرسة بتاعتنا هي بيتنا التاني وهي المكان اللي احنا بنتعلم فيه ونقضي فيها أوقاتا سعيدة مع المعلمين والأصدقاء، وهي المكان اللي احنا بنقضي فيه وقت سعيد مع المدرسين أو المعلمين وأصدقائنا. فلنحافظ على مدرستنا كما نحافظ على بيتنا تماما، يعني ما نرميش حاجة في الأرض، ما نكسرش الديسكات، ما نشخبطش عليها، ما نرميش زبالة في الأرض، زي ما بنعمل في بيتنا نعمل في المدرسة. ندخل بقى على ثالثا، رحلة سيرا على الأقدام. احنا رايحين مكان على رجلينا، يعني زي ما بنقول كده بنتمشى. لاحظ المخططات التالية التي تؤدي للوصول إلى الحديقة. عندنا هنا كم مخطط بيؤدوا للحديقة؟ عندنا 3 مخططات، المخطط الأول والمخطط الثاني والمخطط الثالث، كلهم بيؤدوا للحديقة. ادي الحديقة اهي هنا، وادي الحديقة اهي هنا في المخطط الثاني، وادي الحديقة هنا اهي في المخطط الثالث. احنا خارجين من بيتنا ورايحين الحديقة سيرا على الأقدام. البداية اللي هو البيت بتاعنا خرجنا منه، وهنا البداية اهي وهنا البداية اهي، وادي الحديقة هنا والحديقة هنا والحديقة هنا. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ طول الطريق هنا في المخطط الأول، الطريق هنا طوله 650 متر، يعني أنا خرجت من بيتي مشيت 650 متر لحد ما وصلت للحديقة.
عدد المعالم، ايه هي المعالم؟ يعني الحاجات اللي انا قابلتها في طريقي وانا ماشية لحد ما وصلت للحديقة. ادي معلم، المعلم الاول مدرسة، وادي المعلم التاني محل البقالة، يعني زي السوبر ماركت زي ما بنقول، وعندنا هنا اشارة المرور، دي المعلم التالت، وادي الحديقة. خلاص، يبقى احنا خرجنا من بيتنا، قابلنا في طريقنا 3 معالم لحد ما وصلنا لايه؟ للحديقة. وصف الطريق، احنا عايزين نوصف الطريق. الطريق هنا في منحنيات، اديكوا شايفين اهو، مشينا على طول بعدين دخلنا يمين، بعدين مشينا على طول تاني بعدين دخلنا يمين، في منحنيات في الطريق. نيجي بقى للمخطط التاني ونشوف بيقول ايه. طول الطريق هنا 500 متر بس، يعني الطريق هنا اصغر من الطريق الاول. يبقى احنا خرجنا من بيتنا، رحنا الحديقة، مشينا 500 متر لحد ما وصلنا للحديقة في المخطط التاني. عدد المعالم، قابلنا في طريقنا كام معلم لحد ما وصلنا للحديقة؟ المكتبة بس، يبقى عدد المعالم معلم واحد. وصف الطريق، الطريق مباشر. يعني ايه مباشر؟ يعني مفهوش منحنيات، يعني وصلنا على طول بطريقة مباشرة، يعني دايركت على طول من البيت للحديقة على طول، ولا حاولنا يمين ولا شمال. وقابلنا ايه؟ معلم واحد بس في طريقنا، اللي هو قلنا المكتبة. ندخل على المخطط الثالث ونشوف بيقول ايه. طول الطريق، طول الطريق هنا كان 1000 متر، يبقى انا خرجت من بيتي مشيت 1000 متر لحد ما وصلت للحديقة، ده طبعا اطول طريق. طيب، عدد المعالم، عندنا كام معلم لحد ما وصلنا للحديقة؟ ادي المعلم الاول مسجد، المعلم الثاني كان المدرسة، وبعد كده المعلم الثالث اللي هو إشارة المرور، والمعلم الرابع هو ايه؟ المكتبة. هتقولوا طب ما ده ايه؟ لا ده مش معلم، ده إصلاحات. الطريق هنا مقفول عشان بيصلحوا فيه. يبقى خرجنا من بيتنا، مشينا 1000 متر لحد ما وصلنا للحديقة، وقابلنا في طريقنا 4 معالم. وصف الطريق به إصلاحات، احنا بنوصف الطريق. يعني مثلا احنا رحنا الحديقة وروحنا البيت، فبيسألونا ايه الطريق كان ايه؟ والله الطريق كان فيه إصلاحات. أنا بوصف الطريق، وهنا بوصف الطريق إن كان فيه منحنيات، وهنا بوصف الطريق إنه كان مباشر على طول، مشيت على طول محودتش. طيب، نشوف بقى هنا بيقول ايه. لاحظ أن اختيار الطريق لا يعتمد على السرعة فقط. يعني أنا لو هختار طريق من ال3 طرق دول عشان أوصل للحديقة، مش هعتمد فقط إن أنا أوصل بسرعة، لازم أركز على حاجات تانية غير السرعة في الطريق، بل يجب أن نفكر في الهدف والسهولة معا. إن لازم الطريق يكون سهل، ممكن كمان إن الطريق يكون إن أنا أوصل بسرعة، او افكر ان انا اوصل بسرعة بس مثلا يكون في اصلاحات في الطريق بتاع، فده طبعا هيعوق ان انا اوصل بسرعة، فلازم ان الطريق كمان يكون سهل قصادي. نيجي بقى هنا نشوف نشاط 5 بيقول ايه. لاحظ المخططات السابقة ثم قارن بينها حسب الجدول التالي. طيب، هنا اوجه المقارنة، وادي المخطط الاول والمخطط الثاني والمخطط الثالث. طول الطريق، طول الطريق في المخطط الاول كان طوله كام؟ اتفقنا ان طول الطريق في المخطط الاول، هل هو قصير ولا متوسط ولا طويل؟ في المخطط الاول الطريق كان ايه؟ كان متوسط. متوسط. المخطط الاول كان الطريق فيه متوسط اهو زي ما انتم شايفين كده، ادي المخطط الاول الطريق فيه كان متوسط لانه كان 650. طيب، نيجي للمخطط التاني، طول الطريق كان فيه ايه؟ الطريق كان فيه كان قصير. هنا بنتكلم على طول الطريق. في المخطط الأول كان متوسط 650 متر، والمخطط التاني كان قصير كان 500 متر بس، والمخطط الثالث بقى اللي هو الأخير ده الطريق فيه ايه؟ 1000 متر. ده بالنسبة لطول الطريق. طيب، عدد المعالم التي شاهدتها في طريقك. في المخطط الأول شفنا كام معلم؟ قلنا 3 معالم. وفي المخطط التاني شفنا فيه كام معلم؟ كان معلم واحد. والمخطط التالت شفنا فيه كام معلم؟ كان 4 معالم. طيب، سرعة الوصول بقى سريع ولا متوسط ولا بطيء؟ بالنسبة للمخطط الأول اللي هو المفروض 650 متر، هل هو سريع ولا متوسط ولا بطيء؟ متوسط. سرعة الوصول هنا كان متوسط. وفي المخطط التاني كان سريع لأنه 500 متر بس أسرع حاجة. والمخطط التالت في سرعة الوصول كان إيه؟ كان بطيء لأنه 1000 متر. نستنتج ايه بقى من المخططات السابقة او فهمنا منها ايه؟
يحب نستنتج من المخططات السابقة أن من، يعني لو في حد بيحب ممارسة رياضة المشي، بيحب إن هو يتمشى وعايز يوصل للحديقة، من رأيي إن هو يختار المخطط التالت اللي هو 1000 متر. ليه؟ لأن الطريق فيها يبقى طويل وهو بيحب يتمشى، فيختار المخطط التالت. طيب لو في حد بيفضل إن هو يوصل بسرعة، فهيختار المخطط التاني اللي هو المفروض 500 متر. لو هو مستعجل وعايز يوصل للحديقة بسرعة، فبالتالي لازم يختار المخطط التاني لأن هو 500 متر بس، فهيوصل بسرعة. أما بقى لو في حد بيحب إن هو يتسوق أو عايز إن هو يشتري حاجة قبل ما يوصل للحديقة، فالمفروض إن هو يختار المخطط الأول اللي هو المفروض 600، كان كام يا ربي، 650 متر. بس احنا ملناش دعوة هنا بالمسافة، احنا بنقول هو بيحب التسوق لأن زي ما انتوا شايفين وهو ماشي في المخطط الأول قابل في طريقه ايه محل البقالة، فيقدر ان هو يتسوق منه، فبالتالي هو اختار المخطط الأول لأن هو عايز يتسوق قبل ما يوصل للحديقة. ندخل بعد كده على رابعا، طرق وأدوات تحديد الاتجاهات. طرق تحديد الاتجاهات. اعتمد الإنسان قديما على الطبيعة. يعني ايه الطبيعة؟ يعني الشمس، القمر، النجوم، الحاجات دي كلها تبع الطبيعة. اعتمد الإنسان قديما على الطبيعة لتحديد الاتجاهات مستخدما وسائل متعددة دلل، ومنها ايه؟ الشمس. طيب الإنسان يا جماعة زمان كان علشان يعرف الاتجاه بتاعه هو ماشي فين، زمان مثلا كانوا بيسافروا في الصحراء، كانت بتبقى ضلمة خالص، مفيش أي نور. دلوقتي في أعمدة، في مثلا حاجات مثلا على جانب الطريق، إن كانت محلات أو محطة مثلا بنزين أو أيا كان، الحاجات دي كلها بتبقى منورة في الطريق. بنقدر كمان إن احنا نحدد بيها الاتجاهات بتاعتنا، يعني نعرف مثلا بعد مثلا محطة البنزين هنوصل لكذا، بعد مثلا الجراج مثلا الفلاني هنوصل لكذا، بنحدد اتجاهاتنا. اما زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص، كانت الصحراء فقط وكانت ضلمة جدا، ومفيش اي حاجة يقدروا يعلموا بيها او يحددوا الاتجاه بتاعهم او يعلموا طريقهم. فبالتالي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعتمدوا على الطبيعة علشان يحددوا الاتجاهات بتاعتهم. ومن الحاجات اللي هم كانوا بيستخدموها زمان قديما في الطبيعة، كانت اول حاجة الشمس، استخدمها منذ القدم، فعندما نقف مواجهين للشمس عند شروقها فهذا يعني أننا. طيب احنا هنا عايزين نحدد ايه؟ جهة الشمال والجنوب والشرق والغرب. طول عمرنا بنسمع عن الأربع جهات دول، اسمها الجهات الأصلية. قبل ما ندخل على الجهات الأصلية، الحاجات الطبيعية اللي الناس كانوا بيستخدموها زمان في تحديد الاتجاهات كانت الشمس، وهنا برضو عندنا النجوم. نبدأ الأول بالشمس ونعرف ازاي ان احنا نحدد الاتجاه بتاع الشرق واتجاه الغرب واتجاه الشمال واتجاه الجنوب بواسطة استخدام الشمس. عرفتوا احنا ليه كنا بنرسم الشمس بره البيوت؟ عشان نعرف هل البيت ده باصص ناحية مثلا الشرق ولا الجنوب ولا الشمال وهكذا. طيب احنا عشان نحدد اتجاه الشرق اول حاجة هنشوف الشمس بتشرق منين. لو احنا جبنا مكان مفتوح خالص زي مثلا صحراء او مكان فيه بحر او ايا كان، ليه مكان مفتوح؟ لان المكان اللي بيبقى مليان بالعمارات وكده مش بنقدر ان احنا نشوف كويس الشمس طالعة منين. فالمكان المفتوح هنشوف الشمس وهي طالعة. اول ما نشوف الشمس طالعة من مكان بنبص عليها بوشنا وبنقابلها بوشنا وهي طالعة. يبقى طالما احنا بصينا على الشمس وهي طالعة، معناها ان الاتجاه اللي الشمس طالعة منه ده اسمه الشرق. اسمه الشرق ليه؟ لان الشمس بتشرق منه. يبقى كلمة الشرق جاية من تشرق، ان الشمس بتشرق من اتجاه الشرق. هنقف هنبص على الشمس وهي بتشرق، يبقى احنا كده مواجهين وبصين بوشنا ناحية الشمس، يبقى احنا بصين برضو ناحية الشرق. طيب طالما احنا باصين قدامنا على الشمس وهي بتشرق يبقى ده الشرق، يبقى ورانا يعني ناحية ظهرنا اللي ايه عكس الشرق اللي هو الايه الغرب، لان الشمس بتغرب من ورا ظهرنا. ازاي؟ الشمس اول حاجة بتطلع من قدام وشنا وتفضل تطلع 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 لحد ما تبقى فوق راسنا بالظبط، وده بيبقى وقت الظهر او وقت الظهيرة زي ما احنا بنقول. الشمس لما تبقى فوق راسنا بالظبط وبتبقى حامية جدا، محدش بيقدر ان هو يمشي فيها لان بيبقى طبعا الحرارة بتاعتها قوية، بتبقى فوق راسنا في وقت الظهر. تبدأ حبة حبة كل ما الوقت يعدي تنزل تاني علشان تغرب،
تيجي كده على بعد العصر تبدأ تنزل تاني على ايه، ناحية ورا ظهرنا بالظبط، بتبدأ ان هي تغرب. لما توصل لوقت المغرب اللي احنا بنقول عليه المغرب، يعني مغرب الشمس، يعني وقت الغروب، بتبقى ورا ظهرنا، يبقى دي اتجاه الايه، اتجاه الغرب. يبقى احنا كده حددنا الشرق، الشمس وهي بتطلع قدام وشنا ده الشرق. اما الغرب هو فين، في ظهرنا في الخلف، هي بتطلع كده اتفقنا لحد ما توصل فوق راسنا، تمام، وبعدين تبدأ تنزل تاني لحد ما تبقى فين، ورا ظهرنا، اللي هو وهي بتغرب يعني الغرب. يبقى احنا كده حددنا الشرق وحددنا الغرب. نحدد الشمال والجنوب ازاي؟ سهلة جدا، هنفتح ايدينا الاتنين واحنا واقفين من غير ما نتحرك، الايد الشمال هتبقى ناحية الشمال، الشمال، يبقى الايد الشمال هي اللي ناحية الشمال، وخلاص الايد اليمين بقى هي اللي متبقية هي ناحية الجنوب. يبقى احنا كده الشمس وهي بتطلع قدامنا ده ناحية الشرق، يبقى ظهرنا ناحية الغرب لانها بتغرب من ورانا، هتطلع كده وهتنزل تاني ورانا يبقى الغرب. ايدينا الشمال هي ناحية الشمال، وايدينا اليمين هي هتبقى الجنوب. يبقى احنا كده حددنا مع بعض، اتعلمنا ازاي بنحدد الاربع الاتجاهات الاصلية، الشمال والجنوب والشرق والغرب. ندخل بقى على النجوم. لم يعتمد الإنسان في الماضي على الشمس فقط، ما كانش بيستخدم الشمس فقط في تحديد الاتجاهات، ده كان بيستخدم ايه كمان، بل استخدم النجوم أيضا. وقد برع المصريون القدماء اللي هم الفراعنة في علم الفلك، يعني زي علم الفضاء كده، كانوا شاطرين جدا في علم الفلك اللي هو النجوم والشمس والقمر، كانوا شاطرين جدا في علم الفلك، حيث استعانوا لتحديد الاتجاهات ليلا بالنجم القطبي الشمالي. كان في نجم في السماء اسمه النجم القطبي الشمالي، كان القدماء المصريين بيشوفوه زمان في السماء، كان بيبقى منور كده وبيلمع، بيبقى اسمه النجم القطبي الشمالي. كانوا عن طريقه بيحددوا برضو الاتجاهات. بيحددوه ازاي؟ اول حاجة النجم القطبي الشمالي ده نجم لامع في السماء، يعني نوره قوي قوي، ودايما بيشير الى اتجاه الشمال. احنا في الشمس قلنا ان احنا بنبص عليها وبيبقى ده اتجاه الشرق، اما النجم القطبي الشمالي كان بيشير دايما لاتجاه الشمال. طيب طالما احنا حددنا الشمال يعني ناحية ايدينا الشمال، يبقى ايدينا اليمين هي هتبقى ناحية الجنوب، وقدام وشنا على طول هيبقى ايه، هيبقى الشرق، وفي ظهرنا برضو هيبقى الغرب. احنا لو حددنا اه اتجاه اصلي واحد بس، نقدر من خلاله ان احنا نحدد برضو بقية الاتجاهات. يبقى النجم القطبي الشمالي بيشير دايما لاتجاه الشمال، والشمس بتشير دايما لاتجاه الايه وهي طالعة ناحية الشرق. هنا بيقول بما تفسر أهمية النجم القطبي الشمالي عند المصريين القدماء. ليه كان مهم بالنسبة لهم؟ عند تحديدهم موقع هذا النجم، لما كانوا بيحددوا مكانه في السماء، بيستطيعوا تحديد باقي الاتجاهات، لأن هو قلنا دايما بيشير ناحية الشمال، فبالتالي طالما جبنا الشمال نقدر ان احنا كمان نجيب بقية الاتجاهات التانيين. ادوات تحديد الاتجاهات، كان في بقى ادوات برضو بيستخدموها، بس ده طبعا مش زمان قوي، ده بعد كده شوية، ومنها البوصلة. هناك ايضا ادوات نستطيع تحديد الاتجاهات بها من خلال معرفة اتجاه الشمال، يمكن تحديد باقي الاتجاهات برضو. البوصلة دي برضو كانت بتحدد ناحية او اتجاه الشمال المغناطيسي. يبقى زي ما النجم القطبي الشمالي كان بيشير ناحية الشمال، برضو البوصلة بتشير ناحية الاتجاه الشمال الايه المغناطيسي. البوصلة دي هي عبارة عن ايه؟ البوصلة دي أداة بتحتوي على إبرة مغناطيسية اللي هي جواها دي اللي هو زي السهم ده، تشير دائما لاتجاه الشمال المغناطيسي، بتشاور دايما ناحية الشمال. طالما هي كده بص ناحية الشمال، هنعتبر كأن دي ايدينا مثلا واحنا فاتحينها، هنا ده الشمال، بالتالي هيبقى هنا ايه عكسها الجنوب. يبقى قدامنا بقى كده على طول هيبقى ايه، هيبقى الشرق، كأننا واقفين كده وفاتحين ايدينا الاتنين وباصين قدامنا، يبقى ده الشرق، ويبقى ورا على طول الايه الغرب. بس كده. ب البوصلة الرقمية، اللي فاتت دي كانت بوصلة عادية كده بدائية، دي بقى البوصلة الرقمية دي بتبقى موجودة في التليفونات، ده زي تطبيق كده احنا بنحمله على التليفون بيبقى اسمه البوصلة الرقمية. يمكننا اليوم استخدام البوصلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية. أي حد ممكن يحمل تطبيق البوصلة الرقمية ده على التليفون بتاعه وهيجيله. ما النتائج المترتبة على، يعني ايه اللي بيخلينا ان احنا نستخدم تطبيق البوصلة الرقمية؟
مما يساعدنا على تحديد الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. يبقى ايه الفرق ما بين البوصلة العادية والبوصلة الرقمية؟ إن البوصلة الرقمية اللي هي ديت بتحدد الاتجاهات بسرعة وبدقة أكبر، يعني ما بتاخدش وقت، على طول بتحدد الاتجاه بسرعة وكمان دقيقة أكتر من البوصلة التانية اللي هي الأولانية خالص. خامسا الاتجاهات الأصلية والفرعية. في حاجة عايزين نكون عارفينها، إن في حاجة اسمها اتجاهات أصلية وفي حاجة اسمها اتجاهات فرعية، وهنعرف الفرق بينهم دلوقتي. توجد 4 اتجاهات أصلية، وهي الشمال والجنوب والشرق والغرب، دول اسمهم الاتجاهات الأصلية، وعرفنا بنجيبها ازاي بواسطة الشمس. طيب هنا بقى بيقول في اتجاهين، يوجد بين كل اتجاهين أصليين اتجاه فرعي، وهذه الاتجاهات الفرعية هي سهلة قوي. بنسمع كتير قوي كلمة شمالي شرقي، الشمال الغربي، الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي، بنسمعها كتير قوي. دي معناها ايه؟ أول حاجة احنا بنجيب الاتجاهات الأصلية، الشمال والجنوب والشرق والغرب، بين كل اتجاهين أصليين بيبقى طالع منهم اتجاه فرعي، بيطلع في وسط كل اتجاهين أصليين. ادي ده اتجاه أصلي وده اتجاه أصلي، بين كل اتجاهين أصليين بيبقى طالع اتجاه اسمه اتجاه فرعي. بنجيبه ازاي؟ بنجيبه بواسطة الكلمتين دول، عندنا هنا شمال وعندنا هنا شرق، صح؟ يبقى الاتجاه الفرعي هياخد من الكلمتين دول. يعني ما ينفعش ان مثلا يبقى ده شمال وده شرق ونقول مثلا ايه الجنوب الشرقي، يبقى غلط على طول. فين الجنوب دي؟ هنا مفيش كلمة جنوب، عندنا شمال وعندنا شرق، يبقى هنستخدم الكلمتين وندمجهم مع بعض هيطلع لنا اتجاه فرعي. يبقى دي اتجاه اصلي الشمال واتجاه اصلي الشرق، بينهم في النص في اتجاه فرعي بيبقى اسمه ايه؟ الشمال الشرقي. الشمال الشرقي. عندنا هنا برضو اتجاهين اصليين اللي هو الشمال والغرب، بينهم اتجاه فرعي يبقى اسمه ايه؟ الشمال الغربي. الشمال الغربي. ادي اتجاهين اصليين، الغرب والجنوب، هنطلع من النص اتجاه فرعي الجنوب الغربي، اهو الجنوب الغربي. وادي اتجاهين اصليين الشرق والجنوب، يعني الجنوب والشرق، هنطلع في وسطهم ايه؟ اتجاه فرعي، فهنقول الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي. يبقى احنا كده جبنا 4 اتجاهات اصلية، وفي وسطهم بين كل اتجاهين اصليين طلعنا اتجاه فرعي، بقى عندنا كمان 4 اتجاهات فرعية. طيب هنا بيقول اختبر نفسك. يلا بقى نختبر نفسنا على كل الكلام اللي فات ده ونشوف هنقدر ان احنا نحل او فهمنا ولا لا. اكمل ما يلي. ألف، عندما نواجه الشمس عند الشروق يكون خلفنا اتجاه ايه؟ الحاجات دي عايزة شوية تركيز قبل ما نحل. احنا بنواجه الشمس يعني بنبص عليها بوشنا عند الشروق، يعني الشرق. يكون خلفنا ايه؟ قلنا ورا ظهرنا بيبقى فيه ايه؟ عكس الشرق ايه؟ الغرب. اتجاه الغرب، لان الشمس بتغرب ورا ظهرنا، احنا بنبص عليها وهي بتشرق، بتغرب ورا ظهرنا او خلفنا. تشير الإبرة المغناطيسية في البوصلة إلى اتجاه إيه؟ اتفقنا إن الإبرة المغناطيسية اللي في البوصلة بتشير دايما إلى اتجاه الشمال. تمام. ندخل بعد كده. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يوجد بين كل اتجاهين أصليين. اتفقنا إن هم 4 اتجاهات أصلية. بين كل اتجاهين أصليين بيبقى فيه إيه؟ إبرة مغناطيسية، ولا اتجاه أصلي، ولا اتجاهان فرعيان، ولا اتجاه فرعي؟ اتجاه فرعي واحد. بين كل اتجاهين أصليين بيبقى طالع اتجاه فرعي واحد. طيب نستطيع تحديد الاتجاهات بسرعة ودقة كبيرة بواسطة. اتفقنا ان السرعة والدقة بتبقى ايه؟ النجوم، ولا البوصلة الرقمية، ولا أشعة الشمس، ولا البوصلة العادية؟ البوصلة الرقمية اللي هو التطبيق اللي في التليفون. دلل على صحة العبارة. اعتمد الإنسان على الطبيعة في تحديد الاتجاهات نهارا وليلا. هندلل عليها ازاي؟ هنقول استخدموا الشمس لتحديد اتجاهات الشرق وباقي الاتجاهات، واستخدم المصري القديم النجم القطبي الشمالي لتحديد جهة الايه؟ قلنا الشمال وباقي الاتجاهات.
النجم القطبي الشمالي كان بيبقى جهة الشمال، فعن طريقه بيقدروا برضو ان هما يحددوا بقية الاتجاهات التانية. طالما جبنا الشمال نقدر نجيب الجنوب والشرق والغرب. نشاط 6. أتخيل وأحدد. طيب، تخيل أنك تقف في الحديقة، استخدم الاتجاهات الأصلية والفرعية وحدد كيف يمكنك الوصول إلى الأماكن الأخرى. كما في المثال، يقع المسجد شمال شرق الحديقة. عندنا هنا زي ما انتوا شايفين كده الشكل ده، وادي الحديقة في النص، وفي أماكن كتير حوالينا. عايزنا ان احنا نعمل ايه؟ عايزنا ان احنا نحدد كل حاجة عن طريق الشكل اللي قدامنا ده. هنشوف هنا الأسئلة ونشوف هنحل ازاي. هنا السؤال الأول بيقول تقع محطة الحافلات نقط الحديقة. احنا كل مكان بنحدده بناء على المكان اللي احنا واقفين فيه في الحديقة. احنا كده واقفين في الحديقة وبنحدد. جايب لنا هنا الشمال، طالما جايب لنا هنا الشمال يبقى هنا عكس الشمال ايه؟ الجنوب. هنكتب كده بالشكل ده عشان نبقى عارفين الاتجاهات الأصلية بنحددها. طيب طالما ده الشمال وده الجنوب، فين الشرق والغرب؟ طيب احنا هنعتبر ان احنا واقفين هنا في الحديقة وفاتحين ايدينا الاتنين كده. احنا واقفين هنا اهو، وادي ايدينا الشمال فاتحينها هنا ناحية الشمال اهي، يبقى دي ايدينا الشمال ناحية الشمال. وطبعا الايد دي هي ايد اليمين هتبقى ناحية الجنوب. يبقى طالما انا واقفة كده، بالتالي يبقى انا ايدي الشمال كده هنا، يبقى بالتالي انا باصة كده، صح ولا لا؟ يبقى طالما انا باصة كده يبقى ده اتجاه الايه؟ الشرق. ورا ظهري بقى هيبقى الغرب. بس حددنا الاتجاهات الأصلية، نحدد بقى الاتجاهات الفرعية اللي هي موجودة. هنا عندنا شمال وهنا عندنا شرق، يبقى الاتجاه ده اسمه الايه؟ الشمال الشرقي. بنكتب الأول وبنحدد عشان نعرف ايه نجاوب على الأسئلة. هنا عندنا شرق وهنا عندنا جنوب، يبقى هنقول ايه؟ الجنوب الشرقي. هنا عندنا جنوب وهنا عندنا غرب، نعمل بقى الاتجاه الفرعي جنوب وغرب، يبقى هنقول ايه؟ الجنوب الغربي. هنا عندنا الغرب وهنا عندنا الشمال، يبقى هنقول ايه؟ الشمال اللي هو اتجاه فرعي الغربي. خلاص، يبقى حددنا الاتجاهات الأصلية، حددنا الاتجاهات الفرعية. نجاوب بقى على الأسئلة بكل سهولة. السؤال الأول بيقول تقع محطة الحافلات نقط الحديقة. فين من الحديقة محطة الحافلات؟ هندور عليها. ادي محطة الحافلات اهي. تقع فين من الحديقة؟ تقع محطة الحافلات في الجنوب الغربي للحديقة. طيب، إذا كنت في الحديقة، لو احنا في الحديقة وتريد الذهاب إلى السوق، فعليك التوجه نحو ايه؟ فين السوق؟ السوق اهو، يبقى فعلينا التوجه نحو الجنوب. تقع الكنيسة نقط الحديقة. الكنيسة مكانها فين من الحديقة؟ فين الكنيسة؟ هندور عليها. الكنيسة اهي، يبقى الكنيسة بتقع فين؟ في الشمال الغربي، اهي في الشمال الغربي للحديقة. طيب، المبنى الذي يقع جنوب شرق الحديقة. فين جنوب شرق؟ ادي جنوب شرق اهو في الحديقة. ايه هو المبنى اللي بيقع جنوب شرق الحديقة؟ المستشفى. المستشفى. يقع المنزل الحديقة. يبقى يقع المنزل فين من الحديقة؟ فين المنزل؟ المنزل فوق اهو، يقع فين؟ في شمال الحديقة، في شمال الحديقة. بعد كده بيقول إذا أردت الذهاب إلى المتحف فعليك التوجه نحو إيه؟ هندور على المتحف. أدي المتحف أهو، يبقى التوجه ناحية الغرب، نحو الغرب. توجد المدرسة في جهة إيه بالنسبة للحديقة؟ أدي المدرسة، يبقى تقع إيه؟ في جهة إيه؟ في جهة الشرق بالنسبة للحديقة. طيب، في مصطلحات مهمة عايزين نعرفها، أهم المصطلحات الواردة في الدرس وتعريفها. الاتجاهات الأصلية، توجد 4 اتجاهات أصلية اتفقنا، وهي الشمال والجنوب والشرق والغرب. الاتجاهات الفرعية اللي هو بيبقى فيه اتجاه فرعي، يوجد بين كل اتجاهين أصليين اتجاه فرعي، وهي الشمال الشرقي، الجنوب الشرقي، الشمال الغربي، والجنوب الغربي. البوصلة هي أداة تحتوي على إبرة مغناطيسية تشير دائما لاتجاه الشمال المغناطيسي. كده الدرس يعتبر ان هو خلص. نشوف بقى ملخص للدرس ونحل عليه تدريبات ويبقى كده خلصنا. طيب، المخططات. ايه هي المخططات؟
لرسم مخطط المنزل يجب ايه؟ يجب رسم النوافذ قلنا والابواب عشان تسمح بدخول الهواء وضوء الشمس، ورسم الشمس في الخارج عشان نعرف طبعا اتجاهات وكده، او المنزل بيبص على ايه مثلا من ناحية الشمس. وتقسيم المنزل من الداخل، اتفقنا ان احنا بنرسم في المخطط، بنقسمه وبنكتب اسم كل حاجة. لرسم مخطط المدرسة يجب أن إيه؟ أن يحتوي على العديد من غرف الدراسة اللي هي الفصول، وكمان لازم يكون مخطط المدرسة بيحتوي على حديقة عشان الأولاد يلعبوا، ومسرح المدرسة، ومكتبة، والملعب اللي هيلعبوا فيه كرة القدم، وطبعا دورات المياه اللي هو الحمامات، والفناء اللي هو الحوش. الأهمية ليه بقى؟ أهمية وصف مكان مثل المنزل أو المدرسة كأننا نراه من الأعلى. لازم لما نيجي نوصف المنزل أو المدرسة أو أي مكان كأننا بنبص عليه من فوق عشان نشوفه كله كده قدامنا. معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من المكان. يبقى إيه هي أهمية المخطط؟ إن إحنا بنقدر نوصف المكان من فوق كأننا شايفينه كله من فوق، وكمان بنقدر إن إحنا نعرف تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات. طرق تحديد الاتجاهات: الشمس والنجوم والبوصلة والبوصلة الرقمية. يبقى عندنا 4 طرق لتحديد الاتجاهات. أول حاجة الشمس، تاني حاجة النجوم، تالت حاجة البوصلة العادية، ورابع حاجة هي البوصلة الرقمية. يبقى بنستخدم 4 طرق لتحديد الاتجاهات. في الشمس، عندما تقف مواجها للشمس عند شروقها فهذا يعني أنك في اتجاه الشرق، ويمكنك تحديد باقي الاتجاهات. أما بالنسبة للنجوم، عن طريق رصد النجم القطبي الشمالي لما بنشوفه في السماء، واللي هو يعتبر نجم لامع، بيبقى بيشير دايما لاتجاه الشمال. البوصلة بنستطيع من خلالها تحديد الاتجاهات عن طريق الإبرة المغناطيسية. أما بقى البوصلة الرقمية اللي هو التطبيق، بيوجد في الهواتف الذكية وبيساعد في تحديد الاتجاهات بسرعة وبدقة أكبر. الاتجاهات الأصلية والفرعية، ادي الاتجاهات الأصلية 4 اتجاهات: شمال جنوب شرق غرب. وادي الاتجاهات الفرعية اللي بتبقى طالعة بين كل اتجاهين أصليين، بيبقى فيه اتجاه فرعي: شمال شرقي، شمال غربي، جنوب شرقي، وجنوب غربي. بنجيب الاسم ده ازاي؟ بين كل اتجاهين أصليين بندمج الكلمتين مع بعض يطلع لنا على طول الايه؟ الاتجاه الفرعي. ادي شمال وادي شرق، يبقى الشمال الشرقي، وهكذا. نحل بقى التدريبات بتاعت سلاح التلميذ على الدرس الأول. السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ. يعني بدل ما بنعمل صح وغلط بنكتب صواب وخطأ. يجب عند رسم مخطط المنزل مراعاة رسم النوافذ والأبواب. طبعا صواب. نتعلم في المدرسة ونقضي وقتا ممتعا مع أصدقائنا. طبعا صواب. استخدم المصري القديم الشمس لمعرفة الاتجاهات. المصري القديم كان بيستخدم الشمس؟ لا، كان بيستخدم النجم القطبي الشمالي. يعني ايه؟ يعني خطأ. وقوفك في مواجهة الشمس وقت الشروق، احنا بنواجه الشمس وقت الشروق يعني ان اتجاه الشمال على يمينك. طيب بالراحة كده، احنا بنبص على الشمس وهي طالعة قدامنا ناحية الشروق، نفتح ايدينا الاتنين، ايدينا الشمال الشمال بتبقى على يمينك، لا، اتجاه الشمال بيبقى ناحية ايدينا الشمال. حتى احنا بنقول شمال شبه كلمة الشمال، يبقى ده خطأ. يبقى المفروض وقوفك في مواجهة الشمس، احنا بنبص على الشمس في الشروق يبقى قدامنا الشرق، نفتح ايدينا الاتنين واحنا باصين ناحية الشرق، ايدينا الشمال يبقى اتجاه الشمال على يمينك، لا، اتجاه الشمال بيبقى على شمالي. يعد الشمال الشرقي من الاتجاهات الأصلية؟ لا، خطأ، ده اتجاه فرعي. يتغير الاتجاه الأصلي الذي يشير إلى النجم القطبي كل فترة زمنية؟ لا، خطأ، مش بيتغير خالص، في نفس المكان على طول. يوجد اتجاه فرعي بين كل اتجاهين أصليين؟ صواب. معرفة موقع النجم القطبي الشمالي كان دليلا على تقدم المصريين القدماء في الكيمياء؟ لا، خطأ، مش في الكيمياء، أمال في إيه؟ في الفلك. طيب، يقوم الطبيب بتصميم وإعداد المنازل الجميلة؟ خطأ، مش الطبيب طبعا، ده المهندس. البوصلة هي أداة تحتوي على إبرة مغناطيسية تشير دائما إلى اتجاه الجنوب المغناطيسي؟ لا، خطأ، الشمال المغناطيسي مش الجنوب. تستخدم البوصلة الرقمية في الهواتف الذكية لتحديد الاتجاهات بسرعة ودقة؟ صواب. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين.
النجم القطبي يشير دائما إلى جهة إيه؟ اتفقنا بيشير دايما إلى جهة الشمال، اسمه النجم القطبي الشمالي أصلا. إذا وقف صديقك أمام الشمس وقت شروقها يكون يميل اتجاه إيه؟ يبقى صاحبك واقف قدام الشمس وهي بتشرق، يعني باصص على الشرق. نفتح ايدينا الاتنين كده، يبقى يميننا ناحية ايه؟ طالما شمالنا ناحية الشمال يبقى اليمين على طول، عكس الشمال ايه؟ الجنوب. يبقى الايد اليمين هي اللي ناحية الجنوب. يدل تحديد الاتجاهات على براعة المصريين القدماء في علم الفلك. اتجاه الشمال الشرقي يقع بين اتجاهين أصليين، هما ايه؟ الشمال الشرقي بيقع بين اتجاهين أصليين. قلنا الشمال الشرقي يبقى يقع ما بين طبعا الشمال والشرق، شمال شرقي يبقى شمال وشرق. الشخص المسؤول عن تصميم المنازل والمدارس هو المهندس. بعد كده عرف المصريون القدماء اتجاه الشمال من خلال ايه؟ المصريين القدماء كانوا بيحددوا اتجاه الشمال عن طريق النجم القطبي الشمالي. يجب ألا ننسى في المخططات رسم ايه؟ احنا بنرسم مخططات، ما ينفعش ان احنا ننسى نرسم القمر ولا النجوم ولا الشمس ولا المطر. اتفقنا ان احنا ما ينفعش ننسى رسم الشمس خارج المنزل. نستطيع تحديد الاتجاهات باستخدام البوصلة الرقمية. البوصلة الرقمية بتبقى موجودة فين؟ قلنا في أجهزة الفضاء ولا شاشة التلفزيون ولا أجهزة الراديو ولا الهواتف المحمولة؟ الهواتف المحمولة. بالشكل ده ولله الحمد بنكون انتهينا مع بعض من شرح الدرس الأول، الأماكن والاتجاهات من حولنا. أتمنى أكون قدرت إن أنا أوصل لكم المعلومة بشكل مبسط، وأتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة ينورني ويشترك لمزيد من الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.